الله الرحمن الرحيم. احنا نفس المبدأ ونفس الاتجاه، بنتكلم ونقول مرة واثنين وثلاثة الأندية الشعبية ومراكز الشباب اللي هم أساس الرياضة في مصر، اللي هم أساس كرة القدم. هنبدأ من اسكندرية وبدأنا نتحرك في أكتر من مكان. احنا النهارده موجودين في مركز شباب كرموز. اتضح لنا إن في دورة موجودة، دورة تنشيطية من أكتر من فرقة بيزاولوا كرة القدم. يعني حاجة منظر جميل جدا، وكرة قدم حقيقية فعلا في الأندية الشعبية. كان لينا لقاء مع الكابتن عمرو مدرب نادي ماريا، وأنا اللي عرفته إن نادي ماريا ملقب بقاهر الأندية الكبيرة وحصان اسود في اي بطوله بيلعبها. نبدا نتعرف على اللعيبه اللي هم ليهم مستقبل كبير ان شاء الله في مصر. نبدا نتعرف على الكابتن عمرو، نبدا نتعرف على الدوره التنشيطيه اللي معموله ديت في المكان الجميل دوت. وانا اعتقد ان مكان زي اللي احنا موجودين فيه لو لقى اهتمام او نادي ماريا لقى اهتمام من المسؤولين هيكون في شكل كويس للولاد ان شاء الله في المستقبل. كابتن عمرو بنرحب بيك وبلاعيبتك في بدايه الابطال، ونسالك انت موجود النهارده الدوره التنشيطيه دي اتكلمنا عنها، ونبدا بعد كده نتكلم عن الولاد واتكلمنا عن نادي ماريا من ناحيه البطولات. نادي ماريا اللي هو اعضائه والامكانيات بتاعته والبطولات اللي انتوا حصلتوا عليها، ونتكلم في حته ان نادي ماريا احنا سمعنا ان هو حصان اسود في اي بطوله بيلعبها وان هو قاهر البطولات. نبدا نتكلم الاول عن الدوره اللي احنا موجودين فيها. والله الدوره دي طبعا دوره من 3 فرق، يعني 3 فرق، فرقه من كرموز وفرقه من الكابتن طبعا كابتن حمامه نادي دير اسنا ونادي ماريا العام. طبعا عشان الدوره تبقى كويسه احنا مقللين عدد الفرق عشان كل الاعمار تلعب، لان انت عارف كل نادي بيبقى ليه مثلا 6 اعمار 5 اعمار، فكل عمر طبعا بياخد وقت لحد ما يخلص، فاحنا جايبين 3 فرق بس. طبعا هنكررها مع اكتر من نادي. دي الحاجه الثانيه بالنسبه لنادي ماريا، طبعا نادي ماريا حاصل على بطوله مواليد 96، وطبعا نادي ماريا لاعب نهائي مع مواليد 95 مع ستيف افريكانو. طبعا خسرنا ضربات الجزاء، والحمد لله طبعا لنا اكتر من 4-5 سنين ورا بعض في الدورات السداسيه لمهرجانات البراعم بالنسبه لمواليد 94 95 96. ال3 فرق دول طبعا من لما كانوا براعم كان ال3 فرق دول يعتبروا كل فرقه فيهم وصلوا لاخر شوط في اي دوره لعبتها. دي الحاجه الثانيه ان ال 93 عندي لعبوا قطاعات وسافروا طبعا وجه بحري كله. طبعا احنا كان المجموعه بتاعتنا كان فيها سبورتن والترام، وكانت فيها برضو بعض الانديه الشعبيه. طبعا سبورتن خد اول، ماريا خد الثاني، الترام خد ثالث. وقدرت ساعتها ان انا لما حصلت على المركز الثاني لعبت بطوله القطاعات. وطبعا كان الجدول طبعا كان فيه غزل كفر الدوار ومدينه كفر الزيات وطنطا وكذا فرقه لعبت معانا، والحمد لله قدرت برضو اخد مركز متوسط. اما بالنسبه للدوره الرباعيه طبعا لما لعبنا القطاعات ونزلنا من دوري القطاعات لعبنا دوره رباعيه على مستوى اسكندريه، كان فيها الحرس ونادي سبورتنج ونادي ماريا خد مركز ثالث، واللي خد مركز رابع مركز شباب العبور. فالانديه الشعبيه طبعا فيها مواهب كتير وفيها لعيبه كتيره، بس طبعا انت عارف ان الاضواء مش متسلطه عليها بشكل زي الانديه الكبيره، حتى بالنسبه لحقها مش متاخد زي الانديه الكبيره. دي الحاجه الثانيه ان في مواهب فعلا كويسه، يعني في نادي ماريا مثلا في كذا ولد كويس مميزين، في عند مركز كرموز مركز شباب الحريه كابتن حمامه دير اسنا، يعني في انديه كتيره قوي فيها لعيبه مميزه. بس طبعا احنا بنحاول نخلي يعني من عن طريق كابتن محمد المصري والبرنامج بتاعه الجميل ان احنا يعني اللعيبه دي تتكشف، وان الناس برضه تبص لنا بصه بحيث ان برضه في مواهب في الانديه الشعبيه مش ماتت زي الكلام اللي بيقولوه، لا بالعكس والله فيها لعيبه كويسه قوي. اعتقد يا كابتن عمرو ان انت مدرب شاب ومدرب طموح وليك هدف عايز تحققه. تكلمني عن الامكانيات اللي بيوفرها لك مجلس الاداره والناس الموجوده في نادي ماريا. هل كل اللي بيتم ده باجتهاد ذاتي من الكابتن عمرو اللي هو حاطط هدف قدامه وبيحاول يحققه، ولا الناس بتحاول انها تدعمك في امكانيات معينه، ولا انت بتطلب منهم حاجات اكتر من كده؟ لا والله هو في الاول ان انا لما لعبت بطوله القطاعات طبعا انت عارف ان الماتش السفر بيكلف على الاقل 500 جنيه، وماتش الحكام اللي انا كنت العبه في ارضي كنت لازم اوفر ملعب واوفر حكام واوفر عربيه الاسعاف. طبعا الحاج عامر حسين طبعا راجل مشهور وقف معانا في الحته دي كويس قوي، حتى العربيه بتاعت الاسعاف كان بيوفرها لنا، بدلات الحكام كان بيجيب لنا الحكام الاقرب بحيث انه يوفر علينا شويه بدل الحكام. حتى الملعب والله الكابتن وزة نادي الطرام يعني كان بصراحه زائق معانا في الموضوع ده. طبعا الفضل يرجع لربنا والمجلس الاداره بتوع نادي ماريا كان الاستاذ حسين والاستاذ ممدوح
ماتش بره كان بيكلف 500 جنيه، ماتش جوه كان بيكلف 400 جنيه حكام زائد عربيه اسعاف زائد ملعب، يعني كان بيكلفنا في حدود 650 جنيه. وطبعا الكلام ده موجود في الجداول، يعني موجود في المنطقه كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. هل نادي ماريا بيبص على ان انا اخد بطولات، ولا يعتبر نادي كمكان لممارسه كره القدم تسويقي للفرق الثانيه؟ ولو تسويق للفرق الثانيه تكلمني لو في صفقات راحت لانديه ثانيه حاليا بتلعب في الدوري، او حد انت متنبئ له في نادي ماريا حاليا ان انت هو هيكون ليه مكان في انديه كبيره؟ والله بالنسبه لاول سؤال اللي هو بتاع بالنسبه للعيبه اللي عندنا، اللعيبه اللي عندنا انا يعني من زمان مطلع لعيبه كويسه، يعني في اتذكر منهم في لعيب اسمه هنري، انا كنت عاطيه للكابتن محمود صبحي، وفي لعيب تاني سموحه نادي سموحه بيلعب في سموحه دلوقتي 97 اسمه محمد مستور، وفي لعيب كنت موديه اللي اسمه محمد احمد علي موديه لاسكندريه البترول. طبعا كل دي باستغناءات موثقه في اتحاد الكوره. ومودي ولد مواليد 96 اسمه محمود حارس مرمى نادي سموحه، في ولد اسمه محمد فتح الله شهير بالسريع، في ولد اسمه عبد الله اسمه عبد الرحمن مفتاح رشدي شهير بعبد الله عبد الطحان، طبعا بيلعب في النادي الاولمبي. وفي عدد برضو كتير من اللعيبه بس انا مش متذكر دلوقتي. ففي لعيبه كتيره يعني طلعت من عندنا وباستغناءات موثقه. وفي لعيب برضو اسمه امير بيلعب في نص الملعب في 98 في نادي سموحه، وفي كذا ولد بس انا يعني ايه مش متذكر قوي. اما بالنسبه للعيبه اللي عندنا في كذا لعيب برضو، يعني المجموعه اللي قدامنا دي فيها كذا ولد كويس، فيها حمص محمد السيد، فيها السيد برضو احمد صبحي يوسف، كل اللعيبه دي كويسه يعني. انا على سبيل الشهاده الحقيقيه فعلا كابتن عمرو بيتكلم بصراحه، فعلا عبد الطحان اللي هو يعتبر دلوقتي بيلعب في النادي الاولمبي مواليد 96، اللعيب دوت كان موجود معايا السنه اللي فاتت في دوري بيبسي المدارس، وكان لعيب عمل انجازات كبيره جدا في دوري بيبسي المدارس. ويمكن نادي نجوم المستقبل في دوري بيبسي كان طلب ان هو يتعاقد مع النادي الاولمبي من اجل اللعيب دوت. تاني حاجه اللعيب محمد السيد حمص كان موجود معانا برضه في دوري بيبسي المدارس وحصل عليه كلام كبير جدا، واللعيب ده مواليد 99 واحنا هنعمل معاه لقاء دلوقتي، واللعيب ده كان فيه كلام فعلا عليه من الكابتن محمد عامر في النادي الاهلي. فدي حاجه كويسه ان نادي في ظل امكانياته القليله نادي شعبي يقدر ان هو يفرز ولاد كويسين. نقدر ان احنا نبص للنادي الشعبي دوت على اساس ان هو نادي بيلعب بطوله في وسط سموحه سبورتنج الجياد الاولمبي، ويقدر ان هو يبقى ليه اسم. دي حاجه كويسه جدا فعلا. يستحق هذا النادي ان هو يلقب بالحصان الاسود في اي دوره بيلعب بيها، يستحق ان هو يلقب بنادي قاهر للانديه الكبيره. واحنا هنحاول ان احنا نقرب من اللعيبه شويه، هنحاول نسلط عليهم الضوء الاعلامي واحنا موجودين معاهم الايام الجايه في الدوري، وهنحاول ان احنا نتكلم معاهم نسالهم عن طموحاتهم، نسالهم على انهم هم نفسهم يبقوا ايه. واعتقد ان شباب زي دولت هم فعلا مستقبل مصر ومستقبل مصر في كره القدم. كره القدم من الانديه الشعبيه ومراكز الشباب. انا هبدا دلوقتي اتكلم في تعقيب بس الاول عايز بس اقوله، النادي الشعبي الوحيد نادي ماريا بالجداول والمستندات والاوراق موجوده في اتحاد الكوره. النادي الشعبي الوحيد اللي كسب جميع الانديه الكبيره في اسكندريه، كسبت الاتحاد، كسبت حرس، كسبت سموحه، كسبت الاولمبي، كسبت الاتحاد، كسبت كل الانديه. يعني فعلا قاهر الانديه مفيش نادي ما كسبتوش. تمام. اسمك ايه؟ السيد قاسم. بتلعب ايه؟ بتلعب ليبرو بقى. مين بقى في الليبروهات بتوع مصر بقى مثلك الاعلى؟ وائل جمعه بتاع منتخب مصر والنادي الاهلي. انت نفسك بقى تفضل في نادي ماريا على طول ولا عايز تروح نادي تاني؟ ولو رحت نادي تاني تروح نادي ايه؟ يا سموحه يا رجاء. طبعا السموحه والرجاء دلوقتي اخذ الصيت طبعا بعد ما صعد للدوري الممتاز. ربنا يوفقك يا حبيبي. اسمك ايه؟ ده بقى اللاعب محمد السيد حمص اللي انا قلت عليه، هو بقى هيبدا يقدم نفسه. اسمه محمد السيد، انا عارف اسمه. نفسك بقى تلعب فين؟ نفسك تلعب في الاهلي. هو كابتن محمد عامر على فكره اتكلم معاه، ويمكن في دوري بيبسي المدارس برضك اتكلموا، بس هو مرتبط ان هو يبقى موجود في اسكندريه. فاحنا بنوجه رساله دلوقتي ان اللعيب دوت ناس اتكلمت عليه كتير في القاهره، ظروفه وظروف الدراسه ما تسمحلوش ان هو يروح القاهره. ممكن اي نادي في اسكندريه. لعيب كويس جدا ومواليد 99 وانا بتنبأ له بمستقبل كويس، ويمكن الكابتن عمرو قال الكلمه دي قبل كده. فاحنا يا ريت يبقى في نظره للعيبه ديت. تعرف عليه؟ يوسف. مواليد كام؟ 99. اسمه؟ تاني. طيب نفسك تلعب فين؟ انا بلعب في نفس النادي. تلعب فين؟ باك يمين وباك نفسك تلعب فين بقى؟ سموحه.
في سموحه. طبعا الظاهر ان زي ما احنا قلنا مره واثنين وثلاثه ان سموحه واخد الشو الاعلامي في اسكندريه، وسموحه مطمع لكل اللعيبه في اسكندريه. فيا ريت يعني نادي سموحه حته ان احنا شفنا الايام اللي فاتت ان موضوع الاعضاء وان هو كنادي اجتماعي، نحاول ان احنا الاعضاء الرياضيين دول بيبقوا ليهم مجال ان هم يزودوا موهبه الاعضاء الاجتماعيين في النادي. احنا في النهايه بنشكر كابتن عمرو على مجهوده اللي هو بيعمله، بنشكر الناس القائمين على الدوره هنا للشغل اللي هم عاملينه، وبنتمنى ان احنا نشوف نادي ماريا يبقى ليه فرق ياما في البراعم وفرق ياما في الناشئين، ونشوف له فرقه ان شاء الله في الدوري الممتاز في يوم من الايام، وما فيش يأس مع الكوره، وان شاء الله اللعيبه دي هيكون لها مستقبل كويس. الف شكر كابتن عمرو. وفي اي حاجه عايز تقولها للمسؤولين في نادي ماريا، عايز تقولها للمسؤولين في اتحاد الكوره، عايز تقولها للولاد بتوعك اللعيبه، اتفضل. والله ان شاء الله يعني احنا عايزين برضو الكوره ترجع زي الاول، المهرجانات ترجع بطريقه ان الانديه الكبيره تلعب مع الانديه الصغيره. احنا مش عايزين نجزأ الانديه، يعني مثلا الولد بيستنى ان هو يلعب الاتحاد، بيستنى يلعب الحرس، بيستنى يلعب الاولمبي. احنا عايزين نعمل الحته دي وضع يعني شويه. احنا عايزين مثلا الانديه الكبيره كل 3 انديه كبار يستضيفوا مثلا 4 5 انديه صغيرين، بحيث ان هم يقدروا يكتشفوا المواهب. طبعا الدوري عندنا متقسم لقسمين، الف وب. طبعا العيل بيستنى طول السنه يلعب اتحاد، سموحه، حرس، اولمبي. طبعا الكلام ده مش موجود. ليه؟ لان الانديه الكبيره بتلعب لوحدها والانديه الصغيره بتلعب لوحدها. طبعا كده بيبقى مفيش خالص مساواه. لازم الانديه الكبيره تلعب حتى لو الانديه الصغيره خسرت كتير. في انديه صغيره برضو هتعمل ماتشة كويسه، وفي انديه صغيره هيكتشف منها مواهب، بحيث ان احنا نعمل خليط ما بين الانديه الكبيره والانديه الصغيره. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا بشكر الاستاذ ممدوح سكرتير عام نادي ماريا، راجل واقف جنبي بصفه شخصيه وبصفه عامه. ان الراجل دوت برده كان ليه فضل ان انا برده بعد المشكله اللي حصلت معايا في نادي سموحه مع الحكم ان هو برده ابقى عليا في النادي الحمد لله. والحاجه الثانيه برده عايز اتعقب بس في حته بس بتاعت الحكم اللي هو عمل المشكله معايا في نادي مع نادي جرشه في الماتش بتاعت مواليد 99. طبعا انا الماتش اللي قبل منه كنت كاسب سموحه، وده يمكن 10 او 11 ماتش كسبه على التوالي وعامل نتائج كويسه. اخرهم كنت كاسب سموحه في سموحه ومطلعهم من دوري 99. طبعا الحكم كان واخد عني فكره مع حكم تاني زميله اسمه علي طلبه، قايل له لا خلي بالك من ده، اخطف ده، اعمل ده. طبعا هو فهمها غلط فبدا يدي قرارات عكسيه، وهو بسبب المشكله ان هو يعني واخد موقف مني قبل الماتش ما يبدا. طبعا الماتش لما بيبدا طالما الحكم فاهم كوره وراجل واخد بطولات وراجل عامل نتائج كويسه، مش معقول يفضل كل كوره يفضل يتكلم مع حكم. برضه الحكام اللي سنها صغير في ماتشات بتبقى لانديه شعبيه بس بتاخد بطولات وبتعمل انجازات، فلازم يعني يجيبوا لهم حكام يكون برضه اعلى شويه من الدرجه، لان في حكام حتى الان في السن الصغير يعني لسه برضه ما خدوش الخبره الكامله للماتشات دي. لان في لعيبه ساعات بتبقى في لعيبه صغيره لعبت وشاركت اكتر من الحكام اللي بتحكم لهم بالنسبه للسن، لان خلي بالك في معظم الحكام 20 سنه 19 سنه 21 سنه، وتلاقي العيل اللي بيحكم له 15 سنه ممكن يكون الولد يعني كفكره في الكوره اعلى منه. فاحنا يعني بنوجه رساله ان الحكام لو في ماتش مثلا حساس او ماتش جامد شويه مش مشكله اسم النادي، بس يجيب حكم على قد الماتش. سعدت جدا باللقاء مع الكابتن عمرو، واتمنى لهم التوفيق في الدوره التنشيطيه النهارده، واتمنى لهم التوفيق في الدوري ان شاء الله. وفرصه سعيده كابتن عمرو، وربنا يوفقكم ان شاء الله.